بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الكرة مع عادل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو لسه ما اشتركتش في قناتنا على اليوتيوب وعلى الفيسبوك، يلا بسرعة اشترك في القناة، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل إشعارات حلقاتنا الجديدة. أخبار النادي الأهلي وما يحدث في الساحة الكروية. أعلن الاتحاد الإفريقي عن حكم مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك يوم 27 سبتمبر الجاري بالمملكة العربية السعودية، الحكم معتز إبراهيم الشلماني. بصراحة وقع الخبر عليا كالصاعقة، لأن أنا طول عمري ما بحبش الحكم اللي هو معتز إبراهيم، الحكم الليبي. الحكم ده ليه سوابق كتير مع النادي الأهلي، وآخرها في مباراة الوداد المغربي. النادي الأهلي كان متقدم 2-0 وكان ممكن يحرز الهدف الثالث، ولكن في كرة بهجمة مرتدة للنادي الأهلي أوقف الكرة لاعبنا الحالي يحيى عطية الله بيده، وامتنع الحكم ان هو يروح للفار عشان يشوف دي فيها طرد. اللعبة دي فيها طرد كان يبقى في صالح النادي الأهلي، لأنه قطع هجمة محققة، ولكن اكتفى الحكم بإنذاره. وزائد القرارات اللي هي عكسية طوال المباراة للنادي الأهلي، فحكم متربص بالنادي الأهلي وربنا يستر. ده عبد معتز إبراهيم الشلماني حكما للقاء الأهلي والزمالك. طبعا يحيى عطية الله كان تعرض لكدمة في مباراة دور ماهيا في ذهاب دور ال 32 دوري أبطال أفريقيا. اتعرض لكدمة شفي ونزل تدريبات النهارده. ألف سلامة يا كابتن يحيى عطية الله، اللي هو بينفذ برنامج البدني اللي هو عشان يخس 7 كيلو ودول زيادة في وزنه. رجع للتدريبات الجماعية. أشرف داري يتبقى له يومين اتنين ويعود للتدريبات مع النادي الأهلي. طبعا ربما يلحق بكأس السوبر، وطبعا مش هيلحق مباراة العودة أمام جورماهي. ده بالنسبة لأشرف داري، قدامه يومين إن شاء الله وينتظم في التدريبات. عندنا عمر الساعي ويوسف أيمن انتظم في تدريبات النادي الأهلي، ولكن لن يلعبا مباراة جورماهيا الكيني، مباراة العودة في استاد القاهرة. أنباء صادرة عن اتحاد الكرة أن اتحاد الكرة قرر تسليم النادي الأهلي درع الدوري اللي هو فاز بيه الدوري اللي فات، يسلمه بعد مباراة جورماهيا في استاد القاهرة وفي حضور جماهيري للنادي الأهلي. طبعا كانت الجهات الأمنية وافقت على حضور 30,000 متفرج. النادي الأهلي بدوره تواصل مع الاتحاد الأفريقي بيسأله هل ينفع استلم بطولة محلية في مباراة قارية، ينفع ولا لا؟ طبعا رد عليه الاتحاد الافريقي وقال له طالما بعد انتهاء المباراه ما فيهاش اي مشكله، يكون المباراه اللي احنا بنشرف عليها انتهت ولكم بقى تنظيم اخر، عشان النادي الاهلي ما تعرضش لعقوبات. فانباء عن تسليم النادي الاهلي درع الدوري في حضور جماهيره. طبعا النادي الاهلي بيلعبنا ازاي؟ النادي الاهلي بعد فشل صفقه بن رمضان، النادي الاهلي حاليا بيحاول يطوح الساده الصحفيين، بيسرب اخبار عشان ما تعرفش النادي الاهلي بيتفاوض مع مين. فكل الانباء بتتكلم عن امين الوزاني اللاعب المغربي، بيتكلموا عن اوسو الغاني، عن موسى ماريجا، وعن روبن كويسو. الاربع خمس لاعيبه دول كل وسائل الاعلام بتتكلم النادي الاهلي بيتفاوض مع المهاجم ده، بيتفاوض مع الجناح ده، بيتفاوض مع صانع الالعاب ده، عشان الناس كلها تبقى مشغوله باكتر من لاعب. لكن النادي الاهلي بيفكر في مين في اللعيبه دي؟ هو ده اللي هيبان لنا قبل يوم 30/9. فانا برجح ان النادي الاهلي هينهي التعاقد مع اوسو الغاني. ده مهاجم قوي ومهاجم هيدر وطول فرع 190 سنتي. ده انا برجح ان هو ممكن يتعاقد مع اللاعب ده. النادي الاهلي بيعمل شراكه مع شركه سبيشال للذكاء، سبيشال جروب للذكاء الصناعي. ده السبق ما حصلش في الوطن العربي وفي افريقيا.
النادي الاهلي بيدخل الذكاء الاصطناعي لاستخدامه في اموره الكرويه. فبتعاقدوا مع شركه سبيشال جروب، دي هتوفر له اجهزه بتعمل استشفاء للاعيبه، واحد. تاني حاجه اجهزه بتتوقع اصابات اللعيبه قبل ما تتصاب. يعني اللاعب ده عامل قياسات، اللاعب ده هيتصاب لو عمل كذا، فيحاول ان هو ما يعملش الحاجه دي. طب غير طبعا الاصابات القدريه دي حاجه خارجه عن الاراده. نظام، عايزين نحط نظام غذائي، الجهاز ده بيحدد له نظامه الغذائي. اللاعب ده عايزين نعمل له ريكفري معين، الجهاز بيحدد له حاجات. فدخل الذكاء الاصطناعي في اموره الكرويه لمزيد من التقدم للنادي الاهلي. مقابل العقد ده النادي بيحصل على مقابل مالي ضخم زائد الاجهزه ديت. مبروك للنادي الاهلي. أنبأ عن رجوع قناة الأهلي للعمل بتعاقد النادي الأهلي مع شركة روزنامة للفنان هشام جمال لرعاية وإدارة قناة النادي الأهلي. وأنبأ عن عودة برنامج ملك كتابة، برنامج خط أحمر، وبرنامج لكابتن أحمد شوبير. أحمد شوبير هيبقى مدير القناة وهيقدم برنامج تقريبا الكرة مع شوبير، لسه ما قالوش الاسم بتاعه، برنامج لمدة 4 أيام في الأسبوع. عودة كابتن أحمد شوبير إن هو يدير القناة ده حاجة كبيرة جدا هترفع من شأن القناة، زائد إن هو عاد لقناة أون تايم، ولكن ما عادش يبقى على الشاشات، ولكن هيبقى راديو اف ام، اون تايم اف ام. مليون مبروك للنادي الاهلي. سبق بقى ما حصلش في مصر ولا في افريقيا. نادي الاهلي بيرعى نادي ديلفي. نادي ديلفي ده في القسم الرابع. النادي الاهلي عمل معاه شراكه او توأمه، ان النادي الاهلي هيقول له هيصرف عليه. النادي ده ملك سين من الناس، ولكن مين اللي بيدعم النادي؟ النادي الاهلي هيدعمه، هيديله مدير فني ربيع ياسين، مدير كوره محمد رمضان، اطباء النادي الاهلي يدفع رواتبهم، لعيبه من شباب النادي الاهلي ان هم يلعبوا في النادي ده، وفي اي وقت النادي الاهلي يحتاج لتسويقهم العائد بيرجع للنادي الاهلي زائد نسبه لنادي ديلفي. النادي الاهلي حب ان هو يرجع اللعيبه دي ان هي تلعب معاه، ده برضه بيرجع للنادي الاهلي، لان النادي الاهلي هو اللي هيصرف على النادي ده. في حاله صعوده بقى